الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض العاشوره. كل سنه وانتم طيبين. قبل ما ابدا الفيديو عشان من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتطلعوا من القناه وربنا يوفق الجميع، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بصي يا ستي، انا بجيب الجبيره اللي هي القمح دي، ماشي، بنقيها الاول من الطوب والحاجات اللي فيها، وبعد كده بغسلها كذا مره، لازم تغسليها كتير، وبعد كده بغسلها، وبعد كده ببوشها لمده ساعتين لغايه القمح بص تكبر شويه كده، وبعد كده هغسلها تاني، وبعد كده اضيف عليها ميه واحطها على النار ونيجي مع بعض. لما تلاقوا بقى بص خلاص هي داخله كده على سوا اهي، شايفين البتاعه نفشت ازاي؟ هنحط بقى ايه المعلقه الرز، ماشي، دي اللي بتخلي البليله زي بتاعت بره بالظبط. هنوطي عليها بقى عشان الرز ما يشرش من تحت ويلزق في الحله. يا جماعه اهي ما شاء الله، شايفين لسه برضو انا بخليها تستوي قوي، ماشي، وبزودها كل شويه، اسخن ميه وازودها، ماشي، بالمنظر ده كده شويه كده ونيجي مع بعض. يا جماعه ادي كده خلصنا البليله اهي ما شاء الله. بصوا عامله القوام بتعمل ازاي، زي بتاعت بره بالظبط. طبعا معلقه الرز فرقت كمان، بصوا عامله ازاي ما شاء الله. كده اول مرحله هنعمل بقى العاشوره. طبعا انا هاخد بقى جزء واخلي الباقي احطه في اكياس واحطه في الفريزر. دلوقتي بعد ما حطيته بقى في حله تانية هنحط بقى اللبن، ماشي، المنظر ده كده. انا حطيت اللبن، هنقلب بقى كده، وهجيب النشا ونيجي مع بعض مع كيس فانيليا. هنقلب بقى كده، وهجيب النشا واجيب السكر ونيجي مع بعض. دلوقتي انا حطيت معلقتين نشا صغيرين، وحطيت كمان معلقه كبيره كريم شانتيه. هنحط بقى اللبن، ماشي، وهنقلب بقى كده، ماشي، ونيجي مع بعض. وهنحط بقى النشا والكريم شانتيه، هنحط كده، ماشي، وديك بقى على طول تقلبي، ماشي، بالمنظر ده. طبعا حطينا السكر، التحليه دي حسب ما انت عايزه، ماشي. قلب بقى كده، لغايه ما يتماسك معاكي، ماشي، المنظر ده كده، شايفين عمال يتخن اهو، ماشي. عايزه تحطي جوز الهند حطي، طبعا عندي هنا ما بحبش جوز الهند، ماشي. عايزه تحطي مكسرات حطي، شايفين ما شاء الله. هي سهله جدا يا جماعه. اول حاجه بتعملي بس البليله، ماشي، وبعد كده بتعملي بقى المراحل بقى التانية بقى، شايفين. مش عايز تعملي البليله اشتري البليله من بره واعملي الطريقه دي، ماشي، بس الافضل انك تعملي البليله في البيت، مش صعبه، عشان لو فاض منك حاجه تحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر. مفيده جدا للاطفال ومفيده جدا يعني للكبار برضه. هنقلب كده ونيجي مع بعض. خلاص اهي، هقفل عليها بقى يا جماعه، ماشي. عندي بقى طبعا معلقتين قشطه هحطهم كده المنظر ده كده، وقلبي بقى كده ودوقي احلى عاشوره، ماشي. هنقلبها كده، وبعد كده نحطها في الطبقان ونيجي مع بعض يا جماعه اهو ما شاء الله، شايفين. طبعا كده انا عملت كمان في حله بره لسه فيها البليله، احطها في اكياس واحطها في الفريزر، وقت ما احب انا اعمل بليله بلبن يعني موجوده، ماشي. واهي كل سنه وانتم طيبين، ماشي، وشكرا.